بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز يونفرسا جراند، نظام المواسير. طريقة حل الوش أو السطح اللي فوق الاستانلس. أول حاجة بنشيل العيون طبعا ديت، الأربعة بيتشالوا اهمت، دولت يتشالوا على طول، تنضف تحتهم عشان ميمسكوش جامد. ادي مسمار واحد هنا ومسمار واحد هنا، وفي نوع من دوت كل عين ليها مسمارين. الازاز ده بيتشال كده من فوق، واحيانا في يونفرسا فيه مسمار بيبقى من الجنب، يعني انت تبص لو مفيش مسمار انت بتزقه من تحت كده او بمفك او اي حاجه يطلع معاك. ده كده طلع. الجراند ده بتحلله بقى المسمار ده، تسيبه لان المسمار ده بصامول ما تجيش جنبه. تحل مسمارين السن صاج دول اسهل لك بكتير، اسهل. ده سن صاج، لكن التاني بصامول عايز مفتاح يمسك معاه وممكن ما يحلش معاك. لا، الاسهل حل المسمارين السن صاج دول، والجنب التاني فيه مسمارين هنا، هيطلع معاك الوش على طول. لو انت بتحب تعمل بقى صيانه للبوتاجاز، بترفع الوش كده من فوق اهو. لو هو شغال على انبوبه وبيدخن، حاجه بسيطه خالص هتعملها. الماسوره دي كانت نازله، المعلومه يعني الماسوره دي كانت نازله على السقف، فانا برفعها كده لفوق تبقى على الهواء، هي وماسوره الفرن والشوايه. مسمارين من الجناب، بدل ما احل بقى 8 مسامير، لا، مسمارين من الجناب قدام ومسمارين من ورا، ان كل كوع مربوط بمسمارين. فانا احل 4 مسامير احسن ما احل 8. وبعمل ايه بقى؟ بمسك المواسير دي بنضفها. ادي الفوانه اهيت اهي، ال4 فوان، مش هاجي جنبهم خالص. لو هو بيدخن وشغال على انبوبه مش هاجي جنبهم خالص او مسدود، لا، بسلك المواسير دي، بسلك المواسير وانفخها اشوفها سالكه ولا لا. دي لو حبيت مكرونه وقعت فيها يدخن معاه بالنسبه للانبوبه. لو بيدخن، لو مسدود، بتحل فونيا بدبوس طرحه او ابره خفيفه كده، مش بتاعت البوتاجاز، ابره بتاعت خياطه او الدبوس بتاع التحجيبه ده، وتسلك الفواني وتركبها تاني، كل فونيا لوحدها. اهم حاجه نظافه المواسير دي اهم حاجه، نظافه المواسير. اسلك الفونيا ازاي؟ بحل الفونيا واحده، اول واحده اسلكها بدبوس تحجيب واركبها مكانها تاني، موسعهاش. انت ممكن تحلها وتفتح الغاز وتفتح المفتاح على الفاضي عشان لو في حاجه هي تطلع بس، وتقفل كله تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.